اخيرا وبعد طول انتظار عمر شاور مسك القيصر في بيت حمو وهاب. تابع معايا الفيديو للنهاية وانا اقول لك ايه اللي هيحصل في الجزء الجاي من مطاردة عمر شاور للقيصر. طبعا كلنا شفنا في الجزء اللي فات عمر شاور والرجالة عاملين كمين للشخص اللي هيدخل من الباب، والكل دلوقتي نفسه يعرف مين اللي كان بيرن الجرس. في بداية الفيديو كان عمر شاور بيتصنت على الحسن والحسين من جهاز الجي بي اس والمايك اللي كان مركبه في جسم تولد، وعرف منهم ان هما مسافرين اسكندرية علشان يروحوا يقعدوا عند حمو وهاب. وعمر شاور مكذبش خبر وسافر قبلهم وقابل حمو، واتفق شاور مع حمو وهاب ان هما يعملوا كمين للقيصر والتيم بتاعه. بعدين راحوا البيت علشان يجهزوا نفسهم عشان لما التيم بتاع القيصر يجي يكونوا عاملين حسابهم. وعلى نص الليل تقريبا جرس الباب رن، وكلهم استعدوا واستخبوا علشان يعرفوا مين اللي بيرن الجرس ويعرفوا يمسكوه. بنسبة 90% ان الشخص اللي كان بيرن الجرس مش القيصر ولا حتى الحسن والحسين، وهيكونوا اكتشفوا خدة المايك اللي عمر شاور مركبها لهم، وهيثبتوله ان مش هو الوحيد اللي بيعرف يفكر وهما كمان اذكياء. وممكن يكون الحسن والحسين عرفوا ان شاور عامل كمين عن طريق حمو وهاب. ممكن يكون حمو وهاب اتصل عليهم وشاور والتيم بتاعه نايمين، فلما تيم القيصر عرفوا ان شاور عامل لهم كمين قرروا يسافروا اسكندرية على الفاضي. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.